أهلا يا صديقي، تخيل إنك بتنام في كبسولة فضائية وتصحى تلاقي نفسك وحيد في سفينة عملاقة ماشية في الفضاء ومفيش أي وسيلة ترجع بيها للأرض. ومش بس كده، المفروض إنك هتفضل نايم 120 سنة كاملة عشان توصل لمستعمرة جديدة، لكن لسبب غامض أنت الوحيد اللي صحيت قبل الأوان وباقي الركاب كلهم نايمين. يلا بسرعة اديني خيالك ويلا بينا. سفينة فضائية عملاقة اسمها افالون، مصممة عشان تشيل اكتر من 5000 راكب ومئات من الطاقم، رايحين في رحلة مدتها 120 سنة لمستعمرة جديدة بعيدة جدا اسمها هومستيد 2. كل الركاب نايمين في كبسولات سبات عميق مستنيين اليوم اللي يوصلوا فيه ويبدأوا حياة جديدة في عالم جديد. لكن وسط كل التكنولوجيا دي بيحصل خطأ صغير جدا، خطأ في النظام بيصحي واحد من الركاب قبل ميعاده ب90 سنة بس. فعلا قليل البخت يلاقي العظم في الكرش. المنحوس ده اسمه جيم بريستون، مهندس ميكانيكا بسيط، صحي فجأة يلاقي نفسه وحيد في سفينة بطول 16 كيلو، ملايين الأميال بعيد عن الأرض، ولا في وسيلة يرجع ولا يقدر يدخل تاني الكبسولة بتاعته. في الأول بيحاول يفهم إيه اللي حصل، بيتمشى في السفينة بيكتشف إنها أشبه بمدينة كاملة، مطاعم، كافيهات، مكتبات، صالات رياضية، بس كل حاجة فاضية. الركاب كلهم نايمين، الطاقم نايم، وهو الوحيد اللي صاحي. الأيام عمالة تعدي والوحدة بتدشمل نفسيته. بيحاول يتواصل مع الأرض لكن الرسالة بتاخد 55 سنة عشان توصل، يعني حتى لو حد رد عليه هيكون الله يرحمه. الوحدة بتتحول لعذاب لدرجة انه بيفكر في الانتحار، بس في اللحظة الأخيرة بيظهر أمل غريب. بيتعرف على روبوت اسمه أرثر، إنسان آلي شكله شبه البشر، قاعد في بار السفينة، وبيكون هو الصاحب الوحيد ليه اللي بيسمعه وبيكلمه، لكن في النهاية حتة حديدة. لحد ما جيم بيشوف كبسولة لواحدة من الركاب، ودي اللحظة اللي هتغير مصيره بالكامل. الراكبة دي اسمها أورورا لين، كاتبة وصحفية مشهورة، شكلها يخليه ينسى وحدته للحظة كده. بس هنا قدامه خيار صعب جدا، يا إما يسيبها نايمة وتكمل رحلتها للآخر، يا إما يصحيها زي ما هو صحي ويحكم عليها بنفس مصيره. صراع رهيب بين ضميره ووحدته، بس جيم في الآخر بيقرر ياخد القرار اللي هيقلب القصة كلها ويصحيها. بالنسبة لها طبعا هي متخيلة إنها وصلت خلاص لكوكب هومستيد 2، لكن فجأة بتكتشف الحقيقة الصادمة، انها صحيت بدري جدا ولسه فاضل اكتر من 90 سنة على الوصول. في البداية اورورا بتنهار، بتحاول بكل الطرق ترجع للكبسولة تاني، بتجرب تتكلم مع النظام الآلي للسفينة لكن الرد قاطع، مستحيل. ومع الوقت جيم بيبدأ يقرب منها وبيساعدها تتأقلم. بتمر الأيام والوحدة اللي كانت بتقتل جيم بتبدأ تتحول لعلاقة قوية، بيتمشوا مع بعض في السفينة، بيكتشفوا أماكن جديدة، بيضحكوا، بيلعبوا، بيتكلموا عن حياتهم وأحلامهم، وبيبدأ بينهم حب حقيقي. جيم اللي كان بيعيش في كابوس خلاص دلوقتي بقى معاه حتة طرية. أرثر الروبوت بيبقى شاهد على كل حاجة حصل، لحد ما بيجي اليوم اللي خايف منه جيم. في لحظة عادية وهي قاعدة مع أرثر يفلت منه كلمة كده، يقول لها جيم كان قلقان جدا على فكرة قبل ما يصحيكي، والله اخس حتى الروبوتات طلعت فتانين. الكلمة دي بتضرب أورورا زي الصعقة، بتفهم ان جيم هو السبب في اللي حصل لها. وبعد ما كانت بتحبه وعايشة معاه قصة رومانسية، بتتحول حياتها على السفينة لجحيم تاني، جحيم الخيانة. الصدمة كانت كبيرة قوي على أورورا، من واحدة كانت شايفة نفسها بتحب جيم وحبيبها الوحيد اللي بينقذها من الوحدة، لواحدة فجأة اتضح انه السبب في دمار حياتها. أورورا بتقلب عليه وبتلبس له وش الشراب، بتواجهه وتقول له ازاي قدرت تعمل كده، ازاي حكمت عليا ان اعيش واموت هنا عشان انت مش قادر تستحمل الوحده. جيم بيحاول يبرر، بيحاول يشرح قد ايه الوحده كانت قاتله، قد ايه كان بيمشي في ممرات السفينه يوم ورا يوم زي الشبح، لكن مفيش حاجه تبرر انه سرق حياتها. اورورا بترفض تسمع كلمه واحده منه وتقرر تقطع علاقتها بيه نهائيا. الوضع بينهم بيتحول لحرب صامته، كل واحد عايش في جزء من السفينه والعداوه بينهم واضحه. لكن فجاه مشكلة أكبر وأخطر بكتير بتظهر. السفينة نفسها بدأت تتعرض لأعطال غريبة، الأبواب بتقفش، الأنظمة بتعلق، وفي أجزاء من أفالون بتتعطل بشكل متكرر. والأخطر النظام الآلي بيحذر من احتمال انهيار شامل لو الأعطال دي استمرت. وسط الفوضى دي بيصحى فرد من طاقم السفينة بالصدفة، اسمه القائد جوس مانكوزو، لكن للأسف صحوته مش كاملة. الراجل صحي بسبب خلل كبير وجسمه بيتفكك من جوه بسبب فشل كبسولة السبات. مع الوقت القليل اللي عنده القائد بيحاول يساعدهم، بيدخل على أنظمة السفينة، بيكتشف ان الأعطال سببها ضخم جدا، اصطدام السفينة من فترة بنيزك، والضرر ده بينتشر جوه الأنظمة لحد ما وصل لقلب المفاعل نفسه. الوضع خطير لدرجة ان السفينة كلها ممكن تنفجر، ومعاها ال5000 راكب طبعا. لكن القائد حالته بتسوء بسرعة، وبيسيب جيم وأورورا لوحدهم في مواجهة أخطر كارثة في حياتهم. دلوقتي خلاص مفيش وقت للعداوة، لو ما تعاونوش سوا هيموتوا، ومعاهم آلاف من البشر اللي لسه نايمين. الأعطال في السفينة بتتضاعف بشكل مرعب، انذارات في كل مكان، ابواب مش بتفتح، انظمة دعم الحياة بتنهار. دلوقتي بقى واضح ان المشكلة مش مجرد خلل بسيط،
ده قلب السفينة نفسه، المفاعل النووي في خطر انفجار. جيم بصفته مهندس بيبدأ يشتغل بجنون عشان يلاقي حل. بيفحص المفاعل، يكتشف ان الضغط جوه بيوصل لمستويات قاتلة، ولو ما تصرفوش بسرعة الانفجار هيحول افالون لمقبرة فضائية. اورورا رغم غضبها بتلاقي نفسها مضطرة تساعده. ووسط الفوضى دي مشاعرها متلخبطة، شايفة جيم بيتحرك بشجاعة، بيخاطر بحياته حرفيا عشان ينقذ آلاف البشر. الخطة اللي بيعملها بسيطة بس خطيرة، لازم يفتح فتحة المفاعل من بره ويفرغ الضغط الزيادة يدوي. المشكلة ده معناه انه هيخرج للفضاء الخارجي في اخطر منطقة في السفينة، ولو اي حاجة غلط هيموت في ثواني. جيم بيبدأ يجهز، بيلبس بدلة الفضاء، واورورا بتساعده في الاعدادات دي رغم انها مش متأكدة اذا كانت لسه قادرة تسامحه ولا لا. وبيطلع بره السفينة. المشهد ده بيكون في قمة التوتر. جيم ماسك في هيكل افالون، تحت منه فراغ لا نهائي، قدامه بوابة المفاعل اللي عمالة تنفجر بنار ودخان. بيفتح الصمامات والضغط بيبدأ يخرج بعنف رهيب، لكن فجأة يحصل الأسوأ. البوابة بتتقفل عليه بقوة وبيتحاصر. الاتصال بيتقطع بأورورا بتصرخ وهي شايفاه بينفجر وسط النار دي كلها، لكن جيم بعناد مجنون بيفضل يحارب لآخر نفس، وبيقدر يفتح الصمام لآخره، يفرغ الضغط وينقذ السفينة كلها. بس كانت النتيجة جسمه بيتحطم وبيطفو في الفضاء وهو فاقد الوعي. اورورا بتجري باقصى سرعه وهي شايفه جيم بيطفو في الفضاء، بتشد الحبل اللي ربطه وبتسحبه بكل قوتها لحد ما تدخله جوه السفينه. جيم بيكون في حاله ميؤوس منها تقريبا، الاكسجين خلص، بدله الفضاء متدمره ونبضه بيقف، لكن اورورا ما بتستسلمش. بتستخدم اجهزه الطوارئ، بتحاول تنعشه، بتحقنه، بتضغط على صدره بجنون لحد ما فجاه جيم بياخد نفس. بيفتح عينه كده بالراحه، واول حاجه بيشوفها هي اورورا وهي منهاره من البكاء عليه. اللحظه دي بتكسر كل الحواجز اللي بينهم. الغضب والخيانة والألم كله بيدوب قدام اللي عمله، إنه ضحى بنفسه عشان ينقذها هي وال5000 راكب اللي في السفينة. أورورا بترجع تحس بحبها القديم، مش بس لأنه الشخص اللي صحاها، لكن لأنه الشخص اللي واجه المستحيل عشان يحافظ على حياتها. بعد الأمور ما بتهدى، جيم بيكتشف حاجة غريبة جدا. في قلب السفينة في كبسولة طبية متطورة جدا تقدر تعالج الإصابات المستعصية، والأهم عندها خاصية غريبة تقدر تخلي شخص واحد يدخل فيها وترجعه تاني لحالة السبات اللي كان فيه. يعني في فرصة ان واحد بس من الاتنين يقدر يكمل الرحلة للآخر ويوصل هومستيد 2 حي وسليم. لكن اورورا بعد اللي عاشته مش قادرة تسيبه لوحده، بتبص في عينه وتختار انها تفضل معاه. السنين بتعدي والسفينة افالون تكمل رحلتها الطويلة في الفضاء. جيم واورورا بيبنوا مع بعض عالمهم الخاص. لما اخيرا السفينة بتوصل بعد 90 سنة لهومستيد 2، الكبسولات بتفتح والركاب بيصحوا يتفاجئوا ان السفينة متغيرة تماما، مليانة أشجار وزهور وفيها آثار حياة عاشت عبر عقود. الركاب بيقفوا مدهوشين طبعا قدام الجمال اللي اتبنى، وبيفهموا إن رغم إن جيم وأورورا ما وصلوش لهدفهم زي الباقي، لكنهم عاشوا رحلة أعظم بكتير. لو عجبك فيلمنا يا صديقي، لايك وسبسكرايب، واكتب لنا إيه الأفلام الجاية اللي أنت عايزها.